فجأة بقى يا جماعة في الحيوان التالت اللي احنا داخلين عنده ده، الحيوان ده لو يعرف قوته كان زمانه فتك بالبشرية كلها. بس سبحان الله ربنا حط فيه سر ان هو ما يعرفش قوته لأسباب يعرفها ربنا عز وجل. احنا هنخش له دلوقتي جوه القفص بتاعه، تعالوا بينا. ده الديب. ده الديب المصري، او اسمه هنا بيسموه في مصر الديب مثلا الجبلي او الديب بتاع التراب. ان ده ممكن بياخد الاكل بتاعه ويستخبى في التراب. بيستخبى في الذرة. في التراب. في التراب؟ في التراب، في المقابر يعني. ليه بقى؟ ما هو سبحان الله كده ربنا مخليه ياخد اكله او حاجته يخش جوه التراب وياكلها، او يدفنها لما يجوع ياكلها من التراب. من التراب؟ من المقابر. هنا احنا مخلينه مستأنس، يعني اللي دلوقتي اخش اقعد لك جنبه وهمسكه والعب معاه كمان، تعال بس. دي انثى مستأنسة هنا عشان بتخلينا مستأنسة، هنشيله دلوقتي عادي. ده الديب المصري. ده لو سبحان الله ربنا لو خلى قوته ما كانش خلى بشر على وجه الارض، قوته كده جدا، بس ربنا هيعرفها له يوم القيامه. هتلاقيه ثابت على الارض كده، الجلد بتاعه ده يطلع من لحمه من كتر قوته. وسبحان الله يقول لك انا لو كنت اعرف قوتي ما كنتش خليت بشر على وجه الارض. ازاي انت بتخش له كده اصلا؟ ما هو عشان انا باكله واشربه مستأنس معايا. عشان انا باكله واشربه، عارف اللي بياكله ويشربه مستأنس معايا. هو اي حيوان في العالم مهما كان شراسته او مهما حاجه، اهم حاجه الحيوان يكون البني ادم وافي ليه، ياكله يشربه، ما يهنوش، ما يزعلوش، ما يشوفش اللي بيزعله ويعمله. طب ما انت على فجاه وانت داخل تنظف له او تاكله او تلعب معاه هيهجم عليك. ارفعه كده طيب ولا كده؟ سبحان الله، مع انه شكله لطيف مش وهادي، بس لو جاي من الغابه بيبقى شرس جدا وما بتعرفش تمسكه اصلا وبيهجم. ليه؟ عشان ما متعاملش مع بني ادمين. لو اتعامل مع بني ادمين هيبقى زي كده. هيبقى هادي وبتاع وعارف اللي بياكله ويشربه. دي امه. دي امه؟ دي امه. يعني انت ايه؟ هي كده رايحه جايه عامله على ابنها، بس عشان هي مستأنس وعارفاني مش راضيه تهجم عليا. لو رحت هناك هتيجي تقعد جنب بس اللي اعرفه ان الديابه ما بتتزوجش من بعضها زي فعلا. الانثى ما بتتجوزش غير واحد بس فقط. لو مات ما بتتجوزش تاني. سبحان الله، مش زي باقي الحيوانات، ولا يتجوز اي حاجه. ولا ابنها ولا اي ديب من تاني من بره، غير بقيه الحيوانات يعني. لا، غير باقي الحيوانات خالص. حتى لو جوزها مات ما تتجوزش بقى طول عمرها. يعني حتى لو جوزها مات ما تتجوز، خلاص كده اتأقلمت على كده. لو ديب تاني جيت عاشر معاها تاكله اكل، تاكل لحمه كمان، يعني مش تعضه، لا تاكله.